تخيل كده تصحى الصبح تبص للسما تكتشف ان الشمس اختفت، بس الغريب مش في كده، الغريب ان في حاجة تانية خدت مكانها، نجم مغناطيسي، عملاق احمر، ولا يمكن ثقب اسود. ايه اللي ممكن يحصل فعلا لو ده حصل؟ وايه اكتر بديل ممكن يخلص علينا في لحظة؟ يلا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ، لو عندك فكرة مجنونة ممكن نستبدل الشمس بايه اكتبها لنا في الكومنتات تحت، وممكن نعمل عنها حلقة جاية. خلينا نبدأ بالسيناريو الأكثر رعب. لو الشمس فجأة بقت نجم مغناطيسي، فصدقني الكوكب كله هيتشوي. النجم ده صغير جدا لكنه تقيل جدا في نفس الوقت، تقريبا أتقل من شمسنا مرة ونص، وبيظهر بعد ما نجم ضخم يموت وينفجر ويتحول لبقايا مضغوطة بشكل مرعب. بس الكارثة مش في الحجم، الكارثة في المجال المغناطيسي بتاعه. قوة مجنونة حرفيا تقدر تقتل كل حاجة على الأرض من غير ما تشوفها حتى. الطاقة اللي بيطلعها مش ضوء زي شمسنا، لكن أشعة جاما وأشعة سينية، يعني لا في نهار ولا في ضوء ولا في حياة أساسا، بس إشعاع قاتل بيقلي كل حاجة قدامه. كمان المجال المغناطيسي بتاع الأرض هيتدمر، وده معناه إن مفيش إنترنت ولا كهرباء ولا تكنولوجيا، يعني نهاية كل حاجة. لو حبينا نقيم الدمار هياخد 8 من 10. طب ليه مش 10 على 10؟ علشان على الأقل هنشوف شفق قطبي جميل قبل ما نموت. هنا بقى مش هنتشوي، احنا حرفيا هنتبلع. العملاق الأحمر دي المرحلة اللي شمسنا هتوصل لها بعد حوالي 5 مليار سنة، ساعتها هتكبر وتبلع عطارد والزهرة وبعدهم احنا. بس لو ده حصل دلوقتي، مع السلامة فورا، مفيش حتى فرصة ان انت تبرز نفسك حتى. المحيطات هتغلي، الجو نار، الأرض هتسيح، وكل حاجة هتتبخر حرفيا، حتى المريخ مش هيسلم من النار دي. ولو حبينا نقيم الدمار فهنا هياخد 9 من 10، لأن مش هنلحق حتى نقول ودي بقى تجربة الهدوء اللي يسبق الموت. الأقزام الحمر صغيرة وبرودتها أعلى، يعني لو الشمس بقت قزم أحمر الجو هيبرد جدا لدرجة إن الأرض كلها هتتجمد. النهار هيبقى عامل زي المغرب على طول، ضوء باهت، مفيش دفء، كل حاجة بتموت ببطء. في خلال سنة واحدة الحرارة هتنزل لسالب 70 درجة، المية هتتجمد والنباتات هتموت، وبعدها الكائنات، يمكن بس شوية ميكروبات هم اللي هيقدروا يعيشوا في أعماق المحيط. بس في بصيص أمل بسيط، ممكن نحاول نهرب لكوكب تاني. بس السؤال هنا بقى، هل إحنا فعلا هنلحق؟ ولو حبينا برضو نقيم الدمار هنا هنلاقيه 4 من 10، لأنه مش موت فوري، بس النهاية جاية برضه. النجوم الزرقاء شكلها هادي بس جواها جحيم، الحرارة أضعاف حرارة الشمس، الطاقة ممكن تبقى 60 ألف مرة أقوى. يعني لو الشمس بقت نجم أزرق الأرض هتتحول في ثواني الفرن، ودي هتبقى بداية النهاية. بس الغريب إن النظام الشمسي نفسه هيفضل متماسك، بس مين هيفضل عايش عليه؟ مفيش. وهنا تقييم الدمار هيبقى 5 من 10، عشان مش فوري لكن النهاية واحدة. الكائن ده فعلا مرعب، نجم ضخم مات، انفجر واتضغط في حجم صغير جدا. لو الشمس بقت نجم نيتروني السماء هتسود، مفيش ضوء، مفيش دفء، مفيش حياة. بس لو النجم ده نابض هيبدأ يطلع نبضات إشعاع قوية جدا، هتشوفها في السماء زي شفق قطبي، بس الإشعاع نفسه هيقتلنا فورا. وهنا بقى تقييم الدمار هيبقى 7 من 10، لأنه تجمد من ناحية وإشعاع قاتل من ناحية تانية. وده السيناريو اللي كل الناس بتخاف منه، بس المفاجأة مش بالدراما اللي بنشوفها في الأفلام. لو الثقب الأسود بنفس كتلة الشمس الأرض هتفضل في مدارها عادي جدا، مفيش شفط، مفيش دوامة، بس الظلام التام. هنعيش في ليل أبدي، الدنيا هتبرد شوية بشوية والحياة هتنتهي بهدوء. بس لو بصيت بتلسكوب ممكن تشوف منظر خرافي، حلقة أينشتاين، ضوء النجوم اللي بيتبني حوالين الثقب الأسود. وهنا هنقيم الدمار بستة من 10، علشان نهاية باردة وهادية ومخيفة. بعد كل ده واضح إن شمسنا رحيمة جدا علينا، هي مش كاملة بس مقارنة بالباقيين دي جنة. بس لو فكرت شوية يمكن الخطر الحقيقي مش إن الشمس هي اللي تتبدل، الخطر في إن إحنا اللي نتبدل. استنوني في الفيديو الجاي لما نحكي قصة تطور الآلات وإزاي ممكن تبقى البديل لينا. والسؤال دلوقتي، لو عندك فرصة تبدل الشمس بحاجة من دول هتختار إيه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، واضغط لايك لو نفسك تشوف جزء تاني من السلسلة دي. ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الحلقة اللي جاية، سلام.